تعلم. لابد نفهم الدنيا يا أحبابي، ومن فهم الدنيا ألا نربط أبناءنا بها كثيرا. بعض الآباء والأمهات أخطأ، يقول وأنا أبوك افطن لنفسك، أمن مستقبلك. أكبر كذبة صدقناها وصدقها أبناؤنا أن المستقبل فوق الأرض. والله حسرات، المستقبل فوق الأرض يا أحبابي. والله لو كان فوق الأرض إذن اللي ما لقى وظيفة ضايع في النار. والله لو أن الذي لم يتوظف في النار نقول نعم ضاع مستقبله. يا أحبابي المستقبل فريق في الجنة وفريق في السعير. المستقبل يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. الدنيا جسر، قنطرة تنتقل بها إلى العالم الآخر، العالم الأخير. الدنيا هذه دار له، دار اللعب. الله يصفها أنها لعب، يعني ترى أحبابي هذه الدار دار لعب، ولعب بماذا؟ بالأبدان، ودار له قلوب. وما هذه الحياة الدنيا إلا لهو ولعب، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان، الحياة الحقة. لو كانوا يعلمون. اللي ما يعرف أن الآخرة هي الحق ومشغول بالدنيا علمه جهل. لو أخذ الدكتوراه جاهل، لو تكلم اللغات جاهل، اللي يحب لأجل الدنيا ويبغض جاهل.